السلام عليكم يا شاركس. انا جاي لكم النهارده بمشروع المستقبل، المشروع اللي هيغير مستقبل الجاموسة المصرية. الفكرة بدأت عندي من وانا صغير، كنت مربي كلبة اسمها ام الخير، والاسم ده ما كانش من فراغ، دي كانت ما شاء الله بتولد يجي 15 كلبة في البطن الواحدة. ومن هنا بدأ حلم، فكرت ودورت ازاي اقدر اقنع الجاموسة انها تولد كتير، ومن هنا جه اختراع ماجنتيك ليبوس، وهي عبارة عن ليبوسة مبرمجة. لما الجاموسة بتاخدها بتعيد برمجة الخلايا العصبية للجاموسة عشان تبقى جاموسة مكلببة. انا طالب 5 مليون جنيه مقابل 100% من الشركة. شكرا ليكم، مستعد لأسئلتكم، اتفضلوا. التكنولوجي دي انت اللي عاملها ولا انت جايبها من بره؟ ايوه، الفكرة فكرتي والاختراع بتاعي دي. طب السوفت وير نفسه انتوا اللي عاملينه؟ لا، ده حندوجة الجنياس بتاعنا، ده اكبر مبرمج في القرية كلها. انت جربته ونجح؟ لا لسه، تحت التجربة، بس انا جربته على نص بهايم البلد حدانا، بس جالهم سعار ودايرين يعضوا في الناس. طب انت دلوقتي فاتح ايه؟ فاتح دماغ حندوجة. لما كنا بنجرب على جاموسة ابو سويلة نط من الزريبة عشان كانت الجاموسة هتعضه، فاتفتح الدماغ. المكسب بتاعك هيجي منين؟ المكسب بتاعنا هيجي من الترياق، احنا هنسعر الجواميس ببلاش وهنرجع نبيع الترياق بفلوس كتير ياما. حلمك تبقى مستهدف قد ايه من الحجم ده؟ احنا ان شاء الله متارجتين نخلص على جواميس البلد كلها، وبعدها نتوسع في الميدل ايست والعالم كله.